عندما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز في أول أيامه قال كان في ناحية من المسجد قال فقالوا من الخليفة؟ قال من الخليفة؟ قالوا عمر بن عبد العزيز، تمت الوصية له. فقال والله لا أريدها. فقالوا رضينا بك يا عمر. قال فبكى بكاء شديد وقال الله المستعان. قال فصعد عن المنبر قال وخطب خطبته وقال إني أنزع هذه الخلافة كما أنزع هذا الخاتم من يدي، وإني والله لا أريدها، إنما هي خزي وندامة، إنما هي خزي وندامة. فقالوا رضينا بك يا عمر، رضينا بك يا عمر. قال الله المستعان. فقال أطيعوني فيما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، فإن عصيت